معلش اقاطعك. تفضل. اقاطعك شوي. تفضل. ما حدا قال لي وقايل لكم اياها قبل بمره. خافي الله بنحكي بالبيت مشان والدينا، والله مشتاق لهم، والله مشتاق لكم، والله يقسم بالله العظيم قدامنا والاتراك قدام محل تركي والناس واقفه وعم تتفرج عليه، يقول لها خافي الله يا بنت الناس. بنوصل على البيت ونتفاهم. هلا بدك تطلقني لك يا بنت الناس، خلينا بس والله مشتاق لاولادي. اخر كلمه قالت له اياها باختصار على الكل، قالت له مين قال لك انه هدول اولادك؟ وحده بعد ما وصلت، طبعا الناس عرفوا بلحظتها بانه هي الى اسبوع عنده، وجاي لم شمل من سوريا مع طفلين. الولد ركع على الارض على اجريها وقال له بوس اجريكي ولادي، لا تحرميني ولادي. والله العظيم دفشته باجره، وبعد 3 ثواني كانت شرطه موجوده. يا جماعه خافوا الله. قهر الرجال من النساء لا يعادل قهر من الرجال ابدا. وقت الرجل عم يبكي من قهر مرته ومن قهره على اولاده، النساء ما عم تشوف ولا عم تحس، ولا عم تحس النساء ابدا. النساء اللي عم تدمر بيتها وتدمر اولادها. اقول لك على شغله، في اوروبا الرجال بدهم اولادهم. طلعي ل 90% من اللي ما يطلعوا معنا عم يقول لك انا ما بدي شيء، هي الداعره ما بدي اياها، هي السيئه ما بدي اياها، بدي اولادي. بدها تروح تعشى وتتمعشى تروح، بدي اولادي. و90% من الرجال عم يمشوا بالشوارع يحاكوا حالهم نتيجه المهدئات لانه بده اولاده. طيب اعطوه اولاده، معناها يستعمل مع العفو. تصديق لكلامك عمي ابو نضال. الرجل اللي ما عنده اولاد ومرته شردت او راحت او بدها تطلق، يعني متى صار مات وما يروح القرية، خلاص بدك تروحي ما نسائي. ابو محمود الرجال اللي طلقته مرته وما عنده ولد ما سمعناه على القسط ولا سمعنا صوته على ابدا. بالضبط. طلقت الله معه، راح دور له على وحده اوكرانيه المانيه سوريه تزوج وخلصنا. اما الرجل اللي محروق النفس تبعه اللي صار عندهم جلطات، يا قابضه الك هون في اوروبا عمر سمعتي لي شي مره ماتت جلطه؟ احلفك باللي خلقك. أنا على فكرة بالبثوث السابقة أنا ذكرت لكم إنه أنا من أنصار الرجل لأنه ظلم فعلا. أنا سنة كاملة في اليونان، وفي اليونان ليس مخيم واحد، مخيمين مليئة فيها 1500 عائلة، كل مخيم فيه 1500 عائلة. يعني أنا والله أنا رأيت ما يشيب له الرأس بصراحة. يعني أنا سألتك على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على التيك توك، عم نسمع بأنه في مرة ماتت جلطة من قهرة من زوجها. أبدا بصراحة. ليش والله شباب بعمر الورد 20 25 سنة 30 سنة جايب لم شمل، بعد ما توصل مرته لهون بأشهر قليلة بتلاقيه يا إما فصل أو قالوا الله يرحم الشاب الفلاني روحوا ندفن. يعني في رجال فصلت من أيام اليونان، الرجال بطل يقدر، صار يتكلم مع حاله، ماشي ويتكلم مع حاله. بنت عمر 11 سنة بتشتكي على أبوها، اشتكت على أبوها، قامت الأم وقفت مع بنتها. يا جماعة اجيت أنا حكيت مع الأم، يا أختي يا حبيبتي ولك يا عيني، لك والله ما بصير، لساتنا بعدنا خطوتين، لسه خطوة واحدة باليونان. هاي بس توصلوا هناك شو راح تعملوا؟ لو سمحتي لا تتدخلي، لو سمحتي. تركنا ما استطعت، أنا ما فيني. أنا بتكلم مع إنسانة يكون عندها عقل، عندها رزانة، عندها